القدس.com. كان عمر بن عبد العزيز يقول: انثروا القمح على رؤوس الجبال لكي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. ليت هؤلاء الأطفال طيور في زمان عمر، إنهم من بني البشر، لكن يا للأسف. وانتصارا لهؤلاء الأطفال بادر عدد من الشباب الفلسطيني بحملة تبرع من فلسطين إلى الصومال، والتي تهدف إلى جمع التبرعات وإيفادها إلى الصومال عن طريق بنك فلسطين وبالتعاون مع اليونيسيف. جايين هون بصفتنا شباب فلسطين، لا جايين هون بأسمائنا ولا بتخصصاتنا ولا بدماءاتنا، نتمي هون بس للإنسانية. احنا كيف بلشت الفكرة؟ انه في كارثة في الصومال، ماشي. هي مبادرة شبابية، انه احنا اول شيء كفلسطينيه مظلومين، شعب مظلوم، فدائما المظلوم بشعر بالمظلوم اللي مثله. وضعنا الاقتصادي مش بزياده بعرف، بس انه يعني الخبزه بنقسمها من النص، يعني احنا كمان ما نقدر كانسانيين انه نسكت عن كارثه. عشرات المتطوعين تجمعوا عند ميدان المناره وسط رام الله للاعلان عن الحمله، ومن ثم الانطلاق في كافه ارجاء المدينه. همهم واحد: أن تصل هذه المساعدات إلى أطفال الصومال في أسرع وقت ممكن. نحن بنحاول إن نقدم له القليل، لأن يعني الحمد لله يعني الفلسطينيين ما وصلوش لمرحلة إنهم يموتوا من الجوع زي إخواننا الصوماليين. فإحنا كما تعودنا شعب معطاء نقدم، كما نقبل أن نعطي إخواننا عربا ومسلمين. ومع أن الظروف الاقتصادية صعبة هذه الأيام، ومع الاقتراب من بدء العام الدراسي الجديد وعيد الفطر أيضا، إلى أن عددا لا بأس به كان من المتبرعين. إخواننا في الصومال المسلمين هم بحاجة لدعم مادي ومعنوي وغذائي، فهذا الاعتبار اني تبرعت بالمبلغ اللي طلبه مني الزلمه. يشار هنا إلى أن حملة مشابهة بادر بها أطفال غزة كانت قد جمعت 27,000 دولار لأطفال الصومال. كما يأمل القائمون على هذه الحملة من أن تساهم حملتهم في التخفيف من آلام الصوماليين الذين يواجههم خطر المجاعة. لا يخفى على أحد الظروف التي يحياها الشعب الفلسطيني، وبالرغم من مأساوية هذه الظروف إلا أنه يصر على أن يكون مميزا وفي المقدمة. وما هذا النشاط إلا واحدا من المواقف التي تسجل لصالح هذا الشعب، وبخاصة فئة الشباب. من مدينة رام الله، مصطفى الخواجة، تلفزيون القدس. القدس.com.